السلام عليكم خياتي ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله يلقاكم كامل بخير ومهنيين وفي صحة جيدة. جبت لكم هاد الوصفة تاع المشوك سهلة اقتصادية راقية شابة، قولوا عليها وش حبيتوا تحضريها في وقفة، وراح نقول لكم السر باش تجيكم معسلة حتى القلب وهشة. بلا ما نطول عليكم نروحوا نبداو مباشرة في الوصفة. وقبل ما نبداو ما تنساوش تخلوا لي جيم وتشاركوا الفيديو مع احبابكم. المقادير ماهيش مكلفة بزاف وتخرجكم كمية كبيرة، يعني هاد الكمية تاع 500 غرام مارغرين راح تقطع لكم كمية لاباس بها، يعني تاكلوا بها وتوكلوا. راح نسحق هنايا 500 غرام مارغرين، نص كاس سكر عادي، كاس تاع كاوكاو محمص ومطحون، لافاني، حلوة الترك، البيض، لكيسات وخميرة كيميائية. ويلا نمروا مباشرة لطريقة التحضير وراح نذكركم بكامل المقادير. هنايا قلت لكم نسحقوا 500 غرام مارغرين، تكون بدرجة حرارة الغرفة، ولا تكوني خرجتيها ليلة من قبل من الثلاجة هكا باش العملية تاع الخدمة تجيك سهلة. شوفوا كيفاش غادي نقطع فيها، راهي تجي طرية. حاولوا كيفاش تقطعوها كامل دي مغصو باش ما كي تضربوها ولا تخدموها بيدكم ما راحش يبقاو لكم هذوك الحبيبات، وراح يمتزجوا مع الفارينة كي راح نحطوهم من بعد. نزيد كمية تاع لافاني حوالي ملعقة صغيرة ولا 2 مغارف، انا استعملت كمية لاباس بها خاطرش نحب هذيك ريحة لافاني كي يكون الكاطو تاعي طيب. هنايا نستعمل سكر عادي حوالي نص كاس ولا كاس غير ربع، ما راحش نكتر خاطرش الحلوة هذه ولا المشوك هذا راح نعسلوه، سي بوغ استعملت غير نص كاس. وما تنساوش تانيك باللي حلوة الترك اللي راح نستعملوها تانيك فيها الحلاوة، سي بوغ انايا ما نحبش يعني الكاطو تاعي يجي بزاف حلو حتى يقهم. الكاطو مليح يكون هكذا ناقص شوية حلاوة باش الانسان كي ياكل هكا نقولوا عضة ولا يحب يزيد العضة اللي موراها ويكمل حبته. هنايا ضفت حبة تاع البيض وبقيت نخلط. البيض تاعنا نضيفوه بالتدريج، دايما البيض ما لازمش نضيفوه دفعة واحدة مع لا مارغرين والسكر هكا باش يدخل مليح في الخليط، والخليط تاعنا يولي كوم اون بوماد. هنايا راح نزيد نضيف صافار، يعني البيض تاعنا راح نسحقه حبة بيض كاملة مع صافار. هنا قلت لكم الجاتو تاعنا حاولت انه يكون اقتصادي، اللي حبت الجاتو تاعها يكون بزاف هشو يعني بنين تضيف 4 صافار بيض. هنا ضفت هذاك الكاس تاع الكاوكاو محمص ومطحون، قلت لكم كاس، يعني كاس كاوكاو محمص ومطحون. اذا حبيتوا يعني ما كانش عندكم الكميه تاع كاس كومبلي تقدروا تستعملوا نصف الكميه. وهذا كيما على بالنا هذا الفوم مشوك، يعني ماشي المشوك الاصلي، بصح صراحه يجي بزاف بنين وهش، والله العظيم يا خياتي غير اون ديغي با فوم مشوك. هنايا ضفت كمية تاع حلوة الترك اللي كانت متوفرة عندي، كيما شفتوها كانت هكذاك في الساشي، كانت فريجيدر جبتها وخدمت بيها حوالي نص كاس هكذاك. نتوما استعملوا الكمية اللي كانت عندكم، راح تزيدلو بزاف بنة لهاد المشوك. وهنا كنت رحيت كمية نص كاس تانيك تاع جلجلان محمص، رحيته في هذيك اللي ترحي تاع القهوة هكا باش يكون رطب ما يجينيش خشين. شوفوا جاني بزاف رطب وما ما تحسيش للطعم تاعو ولا ما يبقاوش هذوك الحبيبات باينين في العجينه. انا هكذا نحبو، نتوما دبروا راسكم، بصح من الاحسن ديروه بهذه الطريقه. كملت نخلط كامل المكونات هذوك بالباتور حتى ولا الخليط تاعي ولا المزج تاعي، شوفوا كيفاش ولا شغل طري بزاف. ما شوفي حاجه ما تشوفيها، لازم الخليط تاعك يكون متجانس 100%. هنا راح نبقى نضيف في الفارينه وحوالي ملعقه صغيره ولا نص ملعقه برك تاع خميرة كيميائية. أنا ضفت هنايا ملعقة وزدت يعني نص، حوالي نص ملعقة. نتوما تقدروا تنقصوا له، قلت لكم إذا كنتوا استعملتوا غير صفار البيض راح يجيكم هش بلا ما تستعملوا كمية كبيرة تاع خميرة الحلويات. نبقى نلم في العجينة تاعي حتى تنضم معايا. العجينة تاعي ما لازمش تكون بزاف طرية هكذا، ما راحش تقاردي هذيك لا فورم، ما راحش تبقى مدورة وشابة، وما لازمش تكون يابسه خاطرش راح تنشف لنا في الفرن كي طيب. هاوليك القوام تاعي كيفاش يكون، يعني تكون حاكمه روحها كي ندير شكل تاع دائره ونحطها فوق البوطاجي ولا فوق يدي ما تطيحش. هذه هي باش تعرفوا، هنا تعرفوا باللي العجينه تاعكم سيبو راهي هايله وما تسحقش باش تزيدوا لها الفارينه. انا هنا راح نبقى غير نلم هذيك الفارينه اللي بقات يعني في الغيسيبيون تاعي،
وراح تكون العجينة تاعي واجدة باش نبدا نشكل فيها. والعجينة تاعي نزيد باش نقول لكم باللي ما نعجنوهاش، يعني ما ندلكوهاش، نبقاو نلمو برك بهاد الطريقة. شوفوا كنت نعبز عليها، يعني نابي عليها ومام طون راهي تشرب في هذيك الفارينة. هاوليك القوام تاعها، شوفوا كيفاش راني نابي عليها فوق البوطاجي هذا ما كان بلا ما ندلكها، يعني كيما ندلكو المحاجب ولا الفطير ولا. هاوليك القوام تاعها، شوفوا كيفاش راهي حاكمه روحها. هنا وريت لكم باش يعني تعرفوا. وكي راح نبداو نشكلوا في الكريات تاعنا، كاين دو ميثود نستعملوهم، يعني طريقتين. الطريقه الاولى هي انه توزنيهم، والطريقة التانية تشوفيها بلي كيسات، تحكمي لي كيسات تاعك وتحطي دائرة بهذا الشكل، وتكوني خليتي هذاك الفراغ يعني ساير داير على لي كيسات تاعك هكذا، باش تعرفي شحال ديريهم. اذا وزنتيهم وزنيهم كوريات تاع 25 غرام حتى 30 غرام، واذا درتيهم بلي كيسات هاني وريت لكم الطريقه، خاطرش ما تنسوش باللي راح يتنفخوا. على بها قلت لكم خلوا هذاك الفيد في لي كيسات، تجي تلعب يعني داخل لي كيسات. وقيسوا على الحبة هذيك. كنت جبت حبة بيض وضربتها، وهنايا كنت حمصت الجلجلة نتاعي في الكوشة، حمصته على نار هادية وبقيت عشاك فوا نقلب فيه هكذا. ولا تقدروا تحمصوه في المقلة كيما تحبوا حتى ياخذ هذاك الشكل الذهبي. وتقدروا تاني تستعملوه قبل ما تحمصوه بصح هكذا يمدلكم بالنا خير. بعد ما حمصت هذاك الجلجلة نتاعي، الحبابيض تاعي درت لها شويه تاع الملح هكا باش يطلق روحو. البيض هذاك نعرفوا بلي البيض كي نديروا له قرصه تاع ملح يطلق روحو. هنا كانت عندي كميه تاع الكاوكاو خياتي، هي اللي راح نرمد فيها جزء تاع المشوك، والكمية نقولوا الكمية الأخرى كملتها في الجلجلان. كل واحد يعني يحب يرمد المشوك تاعو في من يحب، كيما أنا أختي تحب ترمدو في الجلجلان. وتبقى هذه مسألة أذواق، كل واحد وين كيفاش يحب يرمدو. قلت لكم كمية استعملتها في الكاوكاو محمص ومطحون، والكمية الأخرى استعملتها في الجلجلان. صراحة الشكل تاعهم في زوجة بزاف شباب. وشوفوا الله يبارك الكمية اللي خرجتها لي، هذيك 500 غرام تاع مارغرين، كمية زاكية الله يبارك. وتحضريها في وقفة، قلت لكم تقدري تحضريها الصباح وتشد لك وحوالي سمانة ولا، وانتي تشربي وتشربي ولادك قهوة بالقاطو. الفرن تاعنا كنت سخنتهم قبل 4 ساعات، دخلتهم يطيبوا على 160 درجة حتى خداو هذيك التحميرة. وتقدروا تحمروهم شوية من الفوق. شوفوا شحال جاو شابين ما شاء الله، ومشققين. هذاك الشقاق يعني يزيد فيهم النص. انا شحال نحب المشوك يكون هكا مشقق. وهو سخون راح نجيب العسيله تاعي، راح نديرها في قرعه تاع مزهر. تقدروا ديروها في قرعه تاع مزهر، ولا تقدروا ديروها غير في كسرونه هكا تدفيوها غير باش تطلق روحها هذيك العسيله، ماشي تدفى كيما نقولوا تطلق روحها هذا ما كان. وتبقوا ترفدوا بالمغرفه هكا وتعسلوا الحبيبات تاع المشوك. صدقوني راح يجي معسل حتى للقلب. لازم قلت لكم بصح يكون سخون، تبداو تعسلوا فيه وهو سخون. العسيله هذيك غير تحطوها من الفوق راح تشربها الحبه تاع المشوك كيما البقلاوه، نعسلوها وهي هكذاك مازالها سخونه. نتمنى تجربوا القاطو هذا خاطش فريمون يستاهل. وكاين اللي يحيروا واش يديروا قهوه قاطو هكا لولادهم ولا كي يكونوا جايينهم الضياف، ولا هذا القاطو بزاف سهل وبنين ويستاهل تجربه. وكاين حتى اللي معتمدينه كمشروع مع يعني مع المقاهي ولا، بصح ما يخدموش بوكو بليس بلا مارغارين كيما خدمناه حنا. يستعملوا نص مارغارين ونص الكمية زيت، ويقطع لهم كيما قلت لكم كمية كبيرة مع كي تزينيه والشكل تاعو يجي بزاف شباب بالتزيين. يعني كاين بزاف قلت لكم اللي يعتمدوه كمشروع. هنايا راح نزينهم من الفوق بهاد لي سوريس كونفي. استعملت يعني الكرز المصبر، حكمت الحبة وقطعتها على 4، وفوق الحبة حطيت غير 3 أطراف بهذا الشكل. ما كنتش حابة نحط هذاك التزيين تاع بكري نص حبة ولا، فضلت نديرو بهذه الطريقة. وزدت لهم الفوق شوية هادوك لي فايدوغ الورق الذهبي هذاك، يزيد لها منظر بزاف شباب، يبدلهم كاريمو. هذا لي فايدوغ يبدلو كامل الشكل تاع الحلويات تاعنا، وانا نحبو صراحة بالبزاف. ودوكا راح نقسم معاكم حبة من الداخل هكا باش تشوفوها كيفاش تجي. قلت لكم تجي معسلة حتى للقلب.
هنا التعسل يرجع ليكم، انا كنت نستعمل حوالي ملعقة ولا ملعقة ونص في كل حبة. نتوما اذا تحبوه يجي معسل بالبزاف استعملوا حتى لزوج مغارف ولا 3 في الحبة، خاطرش كل ما راح تكونوا تحطوا هي الحبة راهي تشرب كيما البسبوسة، كل ما تحطوا لها العسل هي تشربوا وتبقى أذواق، مسألة أذواق. شوفوا كيفاش راهو يتفتت، جاي شهي صراحة وبزاف بنين.